مرحبا بكم في وعي على خفيف. النهاردة هنتكلم عن النسيان، اللحظة اللي بتقول فيها أنا كنت جاي هنا ليه، أو أنا قابلت الشخص ده قبل كده فين بس مش فاكر. هل النسيان ضعف ولا حاجة طبيعية؟ وإمتى نقلق منه؟ وإزاي نعيش معاه من غير ما يعطل حياتنا؟ جاهزين؟ يلا نبدأ. أول حاجة، هل النسيان طبيعي؟ جدا. النسيان مش دليل إن في مشكلة في دماغنا. المخ بيشتغل بطاقة محدودة، وكل يوم بنتعرض لمعلومات وأحداث كتيرة، فهو لازم يختار يخزن إيه وينسى إيه. يعني النسيان مش بس طبيعي، لأ، هو كمان مفيد. ليه النسيان مفيد؟ علشان يمنع التكدس العقلي. تخيل لو كل موقف وكل كلمة وكل تفصيلة فضلت محفورة في دماغك، ده كان هيعمل ضغط رهيب بيخلي الحياة متعبة جدا. بيساعدنا نركز على المهم. لو ما نسيناش كنا هنفضل عايشين في تفاصيل قديمة ومش عارفين نركز في اللي بيحصل. حماية نفسية، أوقات العقل بينسى أحداث مؤلمة علشان يحميك، اسمه النسيان الدفاعي، وده جزء من آليات التكيف النفسية. طب وإيه الأسباب الشائعة للنسيان؟ أول حاجة التشتت العقلي وقلة التركيز. أنت بتتكلم في التليفون، بتفتح الرسايل، بتاكل في نفس الوقت، طبيعي تنسى. العقل ما يعرفش يركز في كل حاجة في نفس اللحظة، المعلومة أصلا ما دخلتش كويس عشان تتخزن. تاني حاجة قلة النوم. النوم مش رفاهية. أثناء النوم المخ بيرتب الذكريات وبيفلتر المهم من اللي مش مهم. لو ما نمتش كويس المعلومات تفضل مبعثرة وممكن تتنسى بسهولة. تالت حاجة الضغط والتوتر. لما تكون متوتر أو حزين، جزء مهم في دماغك اسمه الهيبوكامبس بيتأثر، وده الجزء المسؤول عن تخزين الذكريات. النتيجة بتنسى أكتر حتى الحاجات البسيطة. رابع حاجة نقص الفيتامينات، زي فيتامين بي 12 وفيتامين د والحديد. دي كلها لو نقصت ممكن تحس بضعف تركيز ونسيان غريب، وكأن دماغك مش واصلة. خامس حاجة الروتين اليومي والممل. لما كل الأيام تبقى شبه بعض، مفيش حاجة تميز يوم عن يوم. العقل بيتعامل مع كل الأيام كأنها صورة واحدة، وده بيخلي تفاصيل كتير تتنسي. طيب النسيان بيحصل فين في المخ؟ المخ عنده 3 مراحل في التعامل مع الذكريات. أول حاجة الترميز. الترميز هو اللحظة اللي بتشوف فيها المعلومة وبيبدأ العقل يحولها لحاجة قابلة للحفظ. التاني حاجة التخزين. التخزين هو المعلومة بتتنقل لمكان تخزين مؤقت أو دائم. تالت حاجة الاسترجاع، لما تيجي تفتكرها تاني. لو في خلل في أي مرحلة من دول النسيان بيحصل. أنواع النسيان، مش كل نسيان شبه التاني، في أنواع. أول نوع اسمه نسيان لحظي، زي إنك نسيت اسم حد قابلته من شوية، غالبا ده سببه تشتت بسيط أو قلة تركيز. تاني حاجة نسيان انتقائي، عقلك بيفتكر مواقف معينة وينسى غيرها، غالبا ده له علاقة بالعاطفة المرتبطة بالموقف. تالت حاجة نسيان دفاعي أو نفسي، عقلك يقرر يخبي ذكريات مؤلمة، وده بيحصل من غير ما تحس. رابع حاجة نسيان مرضي، زي الزهايمر أو فقدان الذاكرة نتيجة إصابة أو مرض، وده مش موضوعنا دلوقتي، لكنه مهم لو النسيان زاد عن حده وكان مؤثر على الحياة الطبيعية. طب إزاي نقوي الذاكرة ونقلل النسيان؟ أول حاجة نظم يومك. العقل بيحب الترتيب، اكتب المهام في نوتة أو على الموبايل. خد بالك من جسمك، نام كويس، كل أكل متوازن، واشرب مياه كافية. تالت حاجة لازم تمارس الرياضة، 30 دقيقة يوميا بيحسن التركيز والذاكرة. قلل التوتر عن طريق التأمل والتنفس العميق والصلاة. درب ذاكرتك، العب ألعاب عقلية، احفظ آيات، اعمل تحديات صغيرة لنفسك. سادس حاجة اربط المعلومات بصور أو مشاعر. العقل بيحب يفتكر الحاجات اللي ليها طعم، زي ما بنفتكر ريحة عطر أو أغنية وراها ذكرى. أوقات كتير بنكون قاسيين على نفسنا لما ننسى، لكن في الحقيقة النسيان مش فشل، النسيان هو اختيار العقل يرتب بيه الحياة. تقبل ده وابدأ اشتغل معاه مش ضده. لو حسيت إن الفيديو ده لمسك أو حسك إنك مش لوحدك، اعمل لايك واشترك في القناة وسيب تعليق. قول لنا إيه أكتر حاجة نسيتها وكانت محرجة، وأشوفكم في حلقة جديدة في موضوع جديد من وعي على خفيف. سلام.